بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. والنهاردة في عندنا أخبار مهمة قوي، أهمها خبر تعيين الكابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب القومي. كابتن حسام حسن بقاله 13 سنة بيقاتل وبيناضل إن هو نفسه يمسك المنتخب القومي. وعلى فكرة كابتن الجوهري الله يرحمه كان عمل كده، كان طلب من مجلس الشعب اياميها ان هو يمسك المنتخب القومي، وفعلا اتعين مدير فني المنتخب القومي وعمل امجاد مع المنتخب. معنى كده ان لو في قياده فنيه محليه وشايفه في نفسها القدره انها هتفيد، فلازم ياخد فرصه. كابتن حسام حسن بقاله 13 سنه بينادي انه ياخد فرصه تدريب المنتخب القومي. النهارده اتحقق ليه الامل دوت وبقى مدير فني للمنتخب القومي خلفا للمدعو روي فيتوريا. ودلوقتي خلاص يعني هو ابراهيم حسن مدير كوره، مدير الكوره في المنتخب يعني، والجهاز بتاعه اللي هو دايما متعود ان هو يشتغل معاه. معنى كده ان خلاص اتحدد ملامح الإدارة الفنية للمنتخب في الفترة القادمة. بس جت الموضوع ده جاي بعد عذاب كتير قوي، وبعد تفكير كبير قوي، وبعد استفزاز كتير من المبلغ اللي كان بياخده روي فيتوريا. المبلغ اللي كان حوالي 200 ألف دولار في الشهر، مبلغ كبير جدا، مبلغ لا يتناسب مع وضعنا كبلد يعني في يعني بعض الاحتياجات. مش ممكن ان احنا نوفر المبلغ ده بالعمله الصعبه لمدرب كوره، ويا ريته عمل المطلوب منه. لا، ده واخفق في بطوله مهمه جدا احنا لينا باع كبير فيها، كاس الامم الافريقيه. كابتن حسام حسن جه بعد يعني ما اعلن وزير الرياضه ان احنا هنتعاقد مع مدرب اجنبي، وكان فعلا اتكلم مع كيروش اللي كان ماسك المدير الفني للمنتخب في فتره سابقه، وفعلا كان خلاص هيستخدمه. لكن كيروش كان عنده شويه خوف او تخوف من مجلس اداره اتحاد الكوره اللي كان مشاه. يعني المجلس ده بتاع كابتن جمال علام، الاستاذ جمال علام هو اللي مشى كيروش. فكان عند كيروش شويه قلق، شويه يعني قلق من المجلس ان ممكن يتصرفوا معاه تصرف مش كويس. فهم طمنوه وقالوا له ان بعد الدوره الاولمبيه ان شاء الله يبقى في انتخابات جديده والمجلس ده هيمشي وكده. فوافق كيروش ان هو فعلا يمسك المنتخب القومي. لكن كابتن جمال علام دخل بقى على الخط، قال ازاي يعني هنجيب واحد كارهنا، هنجيب واحد مش حبيبنا، هنجيب واحد كان بيننا وبينه سوء تفاهم. فقام طلع ايه باسم تاني اللي هو هيرفي رينار. قال عايزين نجيب الراجل دوت يدرب المنتخب القومي وبلاش كيروش. هيرفي رينار يا جماعه مدرب فعلا ممتاز جدا، مدرب ليه شهره، ليه انجازات، درب منتخبات، راجل فاهم يعني. لكن برضه هياخد مبلغ كبير، واحنا عندنا عقده المبلغ الكبير دي بعد الراجل اللي مشي في فيتوريا. فيعني ما يستاهلش المبلغ اللي بياخده. وبرضه المدرب اللي جاي برضه يعني هينتظروا السنه دي ايه؟ احنا ما عندناش فعاليات السنه دي خالص، يعني عندهم مباراتين ثلاثه في تصفيات كاس العالم ومفيش اي مناسبات للمنتخب. فجه في الاخر الاستقرار ان يجيبوا مدرب وطني. يعني المدرب الوطني بقى لغى فكره كيروش ولغى فكره رينار، بقى هو المدرب المحلي او الوطني. جينا قعدنا نختار بقى بين اختيارات علي ماهر، طب حسام حسن، طب فلان، طب علان، طب المهم في الاخر اختاروا حسام حسن وحققوا له طلبه او مراده اللي كان بيطالب بيه من زمان هو وكابتن ابراهيم حسن. احنا بنقول ان اختيار الكابتن حسام حسن اختيار صائب جدا واختيار في مكانه، واختيار يعني لما بقول لحضراتكم لما واحد يبقى شايف في نفسه ان هو ممكن يعمل حاجه وبيطالب ان هو يعملها فبنديله فرصته. زي ما قلت لكم بالظبط اللي كان عاصر الفتره دي كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، كان مقدم طلب لمجلس الشعب ان هو يدرب المنتخب القومي. شوفوا وصلت لدرجه ايه، وفعلا ادوا له المهمه ديت ونجح فيها نجاح مذهل وعمل انجازات كبيره جدا الله يرحمه. وبرضه
يبقى لازم ندي فرصه لكابتن حسام حسن ونشوف. يعني هو كان طالب الراجل بالمنصب ده، وفي الاخر هو حصل عليه. المشكله بقى ان هو كان في مشكلتين قدام كابتن حسام حسن. المشكله الاولانيه اللي هو تعاقد مع فيوتشر، لسه متعاقد معاه من حوالي اسبوع، وكان فعلا في برج العرب بيدربهم هناك وعامل معسكر هناك في برج العرب. استدعوه من برج العرب وخدوه للمنتخب. طبعا لازم يلبي نداء الوطن يعني ويدرب المنتخب. لكن فيوتشر وقع في ازمه كبيره جدا، ان هو مالك فيوتشر اضطر ان هو يرجع اللعيبه تاني من برج العرب، اضطر ان هو يلغي المعسكر عشان ما فيش مدير فني. طبعا جاء في وقت صعب جدا جدا، خلاص الدوري هيستأنف تاني، فالفتره صعبه جدا على فيوتشر. المشكله الثانيه اللي عملها اتحاد الكره بنفسه قبل ما يجيب كابتن حسام حسن، عين كابتن محمد يوسف مدرب للمنتخب القومي. طب دلوقتي لما عين كابتن محمد يوسف مدرب للمنتخب القومي، يعني هم جابوا حطوا مش عارف ايه قبل العربيه، يعني حطوا الحصان قبل العربيه، مش العربيه قبل الحصان. فمعنى كده ان انت جبت مساعد قبل ما تجيب المدير الفني. المدير الفني دوت لو كان اجنبي كابتن حسام محمد يوسف مفيش مشكله ابدا ان هو يبقى مساعد مدرب، وكان موافق على هذا الوضع. لكن لما يجي كابتن حسام حسن، كابتن محمد يوسف يعني نظريا وعمليا ليه يعني انجازات كتيره جدا اكتر من كابتن حسام حسن. حسام حسن ما خدش اي بطوله مع اي نادي دربه خلال 13 سنه اللي درب فيهم. فمعنى كده ان احنا قدام حد ما خدش بطوله. لا، كابتن محمد يوسف واخد، كان درب في العراق ودرب الاهلي وخد معاه بطوله افريقيا. ليه سي في حلو كابتن محمد يوسف، فمش معقول ان هو يشتغل مساعد لكابتن حسام حسن. الراجل بصراحه طلع يعني اخلاق جدا طبعا كدأب الاهلاويه دايما. يعني راح الساعه 3 النهارده لاتحاد الكوره وقدم لهم اعتذار رسمي ان هو لن يستمر مدرب للمنتخب القومي، وحل لهم مشكله كبيره الحقيقه. يعني هو طبعا جه على نفسه وهو رايح متضايق طبعا، وكان اللي نقل الصوره هنا، لكن هو كان رايح متنرفز جدا ان هم طبعا يعني عينوه النهارده وجابوا له حد يقولوا له امشي يعني. فالراجل راح اعتذر وقال لهم يعني انا ما اعرفش او مش ما ينفعش ان انا اشتغل مساعد مع كابتن حسام حسن، خصوصا كابتن حسام حسن ليه المجموعه بتاعته اللي بيتعامل معاها دايما، اللي هو كابتن طارق سليمان مساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى. ودي برضه هتبقى مشكله قدام اعضاء الاتحاد، لانهم عايزين يغيروا الهيكل بتاع المساعدين بتوعه. يا عالم بقى يوصلوا لايه. في مشكله ثالثه بقى كانت بين كابتن حسام حسن والكابتن الكبير محمد صلاح. طبعا كابتن حسام حسن كان دايما بينتقد محمد صلاح، وكان دايما بيحط عليه يعني لما كانوا بيبقوا مستضيفينه في بعض الاستوديوهات. فمعنى كده ان حسام حسن جه يبقى محمد صلاح عنده قلق من المعامله مع حسام حسن، خصوصا ان هو نزل تويته النهارده الصبح بيقول فيها بيشكر فيها روي فيتوريا وبيقول له متشكرين جدا على الفتره اللي انت قضيتها معانا وبنتمنى لك التوفيق في القادم وكده. يعني معنى كده ان هو بيودع فيتوريا وما كتبش حاجه او ما استقبلش خبر كابتن حسام حسن باي رد فعل. فدي مشكله. فبرضه من الكواليس بيقولوا ان الكابتن ان وزير الرياضه كابتن اشرف صبحي قعد مع حسام حسن وقال له لازم تصفي الجو بينك وبين محمد صلاح، لان الراجل دوت رمز للكره المصريه وما ينفعش ان احنا نزعله في الفتره ديت. وده حصل حقيقي، لقى مرونه جامده جدا من حسام حسن ان هو مفيش اي مشكله وهيبقى مرن جدا جدا مع صلاح، ولان هو فعلا رمز من رموز المنتخب ورمز عالمي كمان احنا كلنا بنتشرف بيه. فالنقطه اللي كانت قلقه الاتحاد وقلقه سيد الوزير وقلقه محمد صلاح نفسه اتحلت من خلال حسام حسن اللي فعلا هيبقى مرن جدا جدا مع كابتن محمد صلاح. بكده يبقى خلاص حسام حسن مدير فني، كابتن ابراهيم حسن
مدير كوره. الجهاز بقى زي ما قلت لحضراتكم طارق سليمان وسعفان الصغير، ده احتمال ان هو يتغير في ضوء موافقه حسام حسن. ده كل اللي حصل في مشكله او في تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب القومي. بنبارك له وبنقول له وكلنا بنشد على ايديه وبنقول له ان شاء الله الفتره الجايه تبقى فتره نمو وازدهار للمنتخب القومي. المنتخب القومي يا جماعه السبع بطولات اللي خدهم في افريقيا هو بطوله واحده اللي خدها مدرب اجنبي، لكن الست بطولات واخدها مدرب محلي، ان كان جوهري، ان كان كابتن حسن شحاته، ان كان كابتن الوحش. كل البطولات هو مايكل سميث بس خد بطوله واحده من البطولات السبعه. نيجي بعد كده لاخبار متفرقه. احنا طبعا بنتشرف جدا وبنعتز ان كابتن امين عمر الحكم الدولي وكابتن محمد معروف في معسكر الحكام لكأس العالم. يعني في معسكر عاملينه للحكام اللي مترشحين ان هم يحكموا في كأس العالم، من ضمنهم عندنا كابتن امين عمر وكابتن محمد معروف. دول هيبقوا ان شاء الله من ضمن حكام الصفوة اللي هيحكموا في كأس العالم ان شاء الله. عندنا برضو خبر مش ولا بد شوية، خبر محزن فعلا. كابتن محمود حمدي الونش كابتن نادي الزمالك اثبتت الاشعه ان هو عنده رباط قطع في الرباط الصليبي للمره الثالثه بيتعرض محمود حمدي الونش لقطع في الرباط الصليبي. كنا بنتمنى ان تكون الاصابه بعيده عن هذه المنطقه اللي بيتكرر فيها قطع الرباط الصليبي، لكن المره الثالثه يعني صعب جدا. ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع لفرقته ولبيته سالم وعافى ان شاء الله. لكن كده الامور بدات ضبابيه جدا في مستقبل محمود حمدي الونش بالنسبه للاعب الكره من اساسه يعني. في برضه خبر ان هو في انتظام بقى دوليين في المران واستقبال لزنفولي وعمر كمال عبد الواحد في النادي الاهلي. بداوا بقى كل الدوليين رجعوا، بس بقى اتعرض خالد عبد الفتاح لإصابة بسيطة في الأنكل، ورجع أحمد عبد القادر وكوكا رجعوا للتدريبات تاني. إن شاء الله هيكتمل كمان برجوع معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو بقى إن شاء الله نتمنى له التوفيق مع منتخب جنوب أفريقيا في الدور النهائي إن شاء الله. في برضو من الأخبار اللي احنا بنقولها برضو في كاس الرابطه. كاس الرابطه يا جماعه النهارده طلائع الجيش فاز على المصري 3-1 بضربات الجزاء الترجيحيه. طلائع الجيش فاز على المصري اللي فاز على بيراميدز 3-1. المباراه انتهت 1-1. طلائع الجيش احرز الهدف في الشوط الاولاني، وقبل النهايه بدقائق تعادل صلاح محسن يا جماعه اللي كان بيلعب في الاهلي اللي كان صائم عن التهديف، ده تاني هدف ليه في المصري. سبحان الله حظه حلو قوي. صلاح لما بيطلع من النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في سموحه في سيراميكا كان عامل يعني انجازات كثيره جدا. يعني هو السنه اللي فاتت اللي كان بطل من ابطال سيراميكا في انه خد كاس الرابطه وخدها سيراميكا السنه اللي فاتت بفضل وجود صلاح محسن معاه. فالنهارده تعادل للمصري 1-1 وبعد كده احتكموا ضربات الجزاء الترجيحيه. صلاح محسن بقى ضيع ضربه من ضربات الجزاء الترجيحيه، اداها سهله قوي في نص الجون في ايد الحارس، وانتهت ضربات ل 3-1 بفوز سيراميكا على المصري 3-1 واقصى المصري. كده طلائع الجيش بقى في النهائي. هيقابل بقى مين في النهائي؟ النهارده كان بيلعب برضو في النهائي في قبل النهائي برضو سيراميكا كان بيلعب النهارده وفاز 1-0 على الاتحاد السكندري في اسكندريه. يعني سيراميكا كان بيلعب مع الاتحاد السكندري النهارده في غياب مبولولو. طبعا مبولولو لسه عندهم في انجولا افراح واحتفالات بمناسبه وصولهم للدور قبل النهائي، وانهم عملوا انجازات. بصراحه فريق انجولا عمل انجازات كتيره جدا ما كانتش منتظره يعني، لذلك كانوا بيعملوا لهم احتفالات وكده. فمبولولو
تنمو في انجولا شويه. النادي الاتحاد النهارده لعب بدونه، وانتهت المباراه بفوز سيراميكا على الاتحاد السكندري 1-0. واللي جاب الجون بقى مين؟ قندوسي. قندوسي يا جماعه بتاع الاهلي، اللي الاهلي استغنى عنه لسيراميكا. سيراميكا اللي هي ما رضتش تدينا حارس المرمى بتاعها 6 شهور بس اعاره. قندوسي المعار من النادي الاهلي هو اللي يعني مرجح كافه سيراميكا في الدوري وفي كاس الرابطه، وجاب لهم الهدف النهارده اللي وصلهم للنهائي. يبقى عندنا رغم ان في واحد اتطرد من سيراميكا، احمد هاني الباك اليمين اتطرد، رغم كده كانوا 10 لعيبه، ورغم كده صمدوا وفازوا بالمباراه. يبقى هيتقابل في النهائي في كاس الرابطه طلائع الجيش مع سيراميكا في النهائي ان شاء الله. يعني سيراميكا احتمال ان هو يفوز بكاس الرابطه للمره الثانيه على التوالي، ده هيبقى انجاز كبير جدا لسيراميكا. دي كل الاخبار اللي عندنا النهارده. بنتمنى اننا نكون وصلنا كل جديد خلال ال 24 ساعه اللي فاتت، وباذن الله نتقابل دايما على خير، نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.